السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب تانية إعدادي. معنا إن شاء الله النهاردة تقييم الدرس الأول. يلا لو كده الباشمهندس ذاكر الدرس طبعا وحل الواجب، فتعال نشوف بقى نقيم مستواك. هل أنت فاهم الدرس كويس ولا مش كويس؟ يلا صلوا على النبي. أول سؤال معانا وهو بيقول لي الرابع المتناسب للأعداد مديني 4 و12 و16. طبعا بما ان هو قال لي ان انا عايز الرابع المتناسب، فاحنا قلنا في الشرح ان احنا هنفرض الرمز بتاعنا او الرابع ده، وهنحطه كمان في الكميات الرابع. خد بالك، فدي حاجة تاخد بالك منها يعني. فيبقى الكميات عندنا 4 و12 و16 وإكس مثلا. تمام، يهمنا الترتيب خلي بالك. وطبعا بما ان هم أعداد أو كميات متناسبة، فاحنا كنا بنقول إيه؟ الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. خلاص طبق كده بالظبط. هيبقى 4 على 12 تساوي 16 على إكس. طبعا قلنا بقى في حالة إن احنا نجيب المجهول بتاعنا، سواء بقى انت فرضه إكس أو إيه أو أيا يكن، هنقول إكس بتساوي، قلنا اللي قصاد المجهول بتاعنا في المقص اللي هو هنا طبعا ال4 بنحطه عندنا في المقام. يعني هنا هنقول 4 تحت في المقام، وعندك فوق 12 الرقمين الباقيين مضروبين في بعض عادي جدا. 12 في 16 هنحسبها برضو عادي، على 4 فيها الواحد، وطبعا 16 على 4 فيها الأربعة، وهنضرب 12 في 4 بيساوي 48. وده بالنسبة لأول سؤال اختيار ج. إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. السؤال التاني، صلى على النبي. بيقول لي إذا كان a على 5 بتساوي b على 6. كلام جميل. وقال لك كمان إن ال6a زائد ال5b بتساوي 60. تمام. قال لك عايزين قيمة ايه؟ طيب احنا يا مستر هنجيب ايه وبي، مش مشكلة، مش هنزعل حد مننا. طبعا يا شباب المقصد من الحل ان انا بحل لك بشرح. تمام، بدل ما انزل لك فيديو شرح فيديو حل، لا انا الحل بتاعنا حل بشرح ان شاء الله. فيلا صلى على النبي. فوالله يا مستر لما كان بيجيب لك الشكل ده او النسبتين متساويتين كده، كنت انت بتضيف ايه؟ والله يا مستر بضيف ثابت التناسب اللي هو الكي، وطبعا كنا بنجيب المقدمات بس. يبقى الايه بتساوي التالي بتاع النسبة في ثابت التناسب، يعني الايه بتساوي 5K والبي بتساوي 6K. كلام جميل. طب وبعدين اعمل ايه؟ والله انا عايز قيمة A وعايز قيمة B، وعشان اعرف اجيب قيمة A واجيب قيمة B انا محتاج اعرف الكي ده بكام اصلا. صح؟ ما هو الايه عندك هنا ب5K والبي ب6K. مش انت لو عرفت تجيب إيه؟ لو انت عرفت قيمة الكي خلاص كده مشكلتك اتحلت. ايوه طبعا مشكلتي اتحلت. طب ما هو كده كده مديلك معطى انت لسه ما خدتش بالك منه، ان هو قالك ان 6A زائد ال5B بتساوي 60. فده مليون في المية ده اللي هيساعدك في الحل. تمام، يبقى احنا هنعوض في المعادلة دي. هنقول بما ان طبعا ال6A زائد ال5B ب60، يبقى انا هقول 6 في واشيل اللي واحط قيمتها اللي هي 5K. ركز وما تتوهش. زائد 5B والبي بكام؟ والله يا مستر البي ب6K، يبقى 5 واشيل البي واحط قيمتها اللي هي 6K. طبعا الناتج 60. كلام جميل. الستة في 5، والله 6 في 5 ب30K، زائد ال5 في 6 نفس النظام 30K بتساوي 60. اجمع بقى، هيبقى عندك طبعا 30 و30 60، يبقى 60K بتساوي 60. طبعا نقسم على 60 يبقى الكي، أو على 60 على 60. طبعا 60 مع 60 و60 على 60 فيها الواحد، يبقى الكي بتساوي 1. وبكده بقى أنت تقدر تجيب قيمة ال A وقيمة ال B. يبقى ال A هتساوي، والله مثلا ال A كانت ب5K خلاص، يبقى 5 في 1 ب5. وال B بكام؟ ال B ب6K، يبقى 6 في 1 ب6. طبعا هو عايز منك بس في السؤال هنا قيمة A، فبالتالي ال A ب5 اختيار ألف. طبعا السؤال الأول اختيار رقم ج اللي هو 48. إن شاء الله سهلة وبسيطة. يلا صلي على محمد عليه الصلاة والسلام. سؤال رقم 3. طبعا سؤال رقم 3 ده يا شباب سهل جدا،
وعايزين كمان إيه يعني نعلي من مستوى تفكيرنا. إزاي يا مستر؟ هو بيقول لك إيه A على B بتساوي 5 على 6. طيب طالب منك إيه؟ والله طالب مني A زائد ال B على A ناقص B. طب ودي أجيبها إزاي ده يا مستر؟ قال لك بص يا سيدي، عندك هنا أو الحل اللي هيجي في بالك على طول هتقول يا مستر إحنا خدنا خاصية بتقول إن مقدم على مقدم بتساوي تالي على تالي. يعني إن أنت هتقول طبعا ده الحل الأول، هتقول إن A على 5 بتساوي B على 6. وهتقول يا مستر زي ما أنت عملت فوق من شوية حطينا ثابت التناسب اللي هو ال K وهشتغل عادي جدا. هقول إن ال A بتساوي 5K وال B بتساوي 6K وهروح أعوض عادي بقى في المطلوب اللي هو عايزه. يبقى إذا A زائد ال B على A ناقص B بتساوي ال A بكام؟ والله ال A ب5K زائد ال B 6K على ال A تاني 5K ناقص ال 6K. طبعا 5 و6 هتجمع فوق 11K على 5 ناقص 6 طبعا -1 يبقى -K. طبعا واحد ما بيتكتبش لأنه معامل هنا فهيساوي طبعا نشيل ال K مع ال K يبقى 11 على -1 بتساوي -11. وبكده انت خلصت اللي هو اختيار رقم ب. طب يا مستر معلش ساعدني شوية وقول لي الحل التاني اللي انت قلت عليه من شوية ده في أول السؤال. بص يا سيدي، انت عندك تاني اكتب لك السؤال سريعا. عندك إن A على B بتساوي 5 على 6. كلام جميل. وطالب منك A زائد B على A ناقص B. هتقولي ماشي هتعمل بقى ايه يا مستر؟ هقول لك بص، مش أنا أقدر أقول زي ما أنت عملت برضو مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي اللي هو A على 5 A على 5 بتساوي B على 6. ماشي ورينا الجديد بقى. بص يا سيدي صلي على النبي، فاكر الخاصية الخامسة اللي احنا كنا بنشتغل عليها وأروح أجيب البسط؟ قلت لك في الشرح أروح أجيب البسط لوحده والمقام لوحده. طيب ما فهمني بس يعني إيه البسط لوحده والمقام لوحده؟ هروح أجيب المقدم بتاع النسبة اللي في المطلوب اللي هو A زائد B. طيب ال A موجبة في المطلوب وموجبة عشان تبقى واخد بالك ال A موجبة في المطلوب وموجبة في النسبة، وال B موجبة أنا بتكلم لسه على البسط خلي بالك، وال B موجبة في المطلوب وموجبة في النسبة. خلاص هما مجموعين يبقى أنا هجمع مقدم مع مقدم وتالي مع تالي. يبقى أنت بالتالي هتجمع كده النسبة الأولى والتانية مع بعض. تمام؟ يبقى أنا هقول بجمع النسبتين اللي هما الأولى والتانية. يبقى هتستنتج إن A زائد ال B على 5 زائد 6 بيساوي A زائد ال B 5 و6 طبعا 11 وهتقول بتساوي إحدى النسب زي ما خدناها في الشرح وأسمي دي رقم 1. طيب هروح أجيب المقام لوحده، المقام اللي هو إيه؟ A ناقص B. تمام ال A موجبة يا مستر. طب ال B هناك في المقام والله سالبة يبقى أنت محتاج تخلي لي دي سالبة. وخلي بالك لما تيجي تخلي المقدم سالب أو هتضرب في أي رقم يعني اضرب في رقمين اضرب في رقم بس بشرط بسط ومقام. خلي بالك من الحتة دي لازم تضرب بسط ومقام. طيب يبقى بالتالي النسبة الأولى زي ما هي زي ما قلنا اللي هي A على 5 وأقول بتساوي قلنا هنضرب التانية في -1 عشان نخليها سالبة. طبعا مش بعقدك بس أنا بالنوع في طرق الحل عشان الغرض تعلي من مستوى تفكيرك بس. يبقى -B على طبعا -6 واجمعهم زي ما انت جمعت فوق عادي هيبقى A ناقص B على 5 ناقص 6 هيبقى بتساوي A ناقص B زي ما هي على 5 ناقص 6 طبعا -1 وقال برضو بتساوي إحدى النسب وأسمي دي رقم 2. وطبعا هنساويهم ببعض. هتساوي مين بمين؟ هنقول إن A زائد B على 11 هنساويها ب A ناقص B على -1. هقول إذن أكتب هنا A زائد B على 11 بتساوي A ناقص B على -1. طب أنا مثلا في المطلوب عايز مين؟ عايز A زائد B على A ناقص B. خلاص إيه المشكلة يعني؟ يبقى أقول مقدم على مقدم بيساوي تالي على تالي.
يبقى استنتج منها إن A زائد الB على A ناقص B بتساوي 11 على -1 اللي هي بتساوي -11، وبرضه طلعنا نفس الناتج اللي هو -11. الحلين صح، وقلنا الغرض تاني وتالت بتاع إن إحنا نعلي من مستوى تفكيرك مش أكتر. يلا صلي على النبي. السؤال رقم 4، تعال نشوف. بيقول إذا كانت A و B و C و D كميات متناسبة. والله يا مستر دي كانت أتفه حاجة بتقابلني أصلا. كميات متناسبة على طول أول على تاني بيساوي تالت على رابع، ما بتفهمش أنا في الحتة دي. يبقى A على B بتساوي C على D. ماشي يا سيدي تمام. وبعدين قال لك إيه؟ فإن A دي عايزك تضرب لي A في D ناقص ال B في C على A أس 2 زائد B أس 2 زائد ال C أس 2. كلام جميل، تعال نشوف. هتقول لي والله يا مستر أنا أول ما بشوفه أصلا بقوم جاي حاطط ثابت التناسب اللي هو بتاعي ال K، وبعدين أروح أجيب ال A وأروح أجيب ال C. قلت لك شاطر، يبقى ال A هتساوي إيه؟ فأنت قلت لي BK، دي أسهل حاجة، وال C هتساوي DK. طيب وال B هتساوي، اوعى ترد عليا طبعا غلط، طبعا ال B تالي ما اقدرش اجيبه اصلا. تمام، فخلي بالك. طيب المهم، طبعا دي عشان ناخد بالنا منها بس. ماشي نكمل. وبعد كده هتعمل ايه بقى يا مستر؟ قال لك هنروح نعوض، واحنا في حاجة تانية نقدر نعملها؟ مفيش طبعا. ال A ب BK، خلي بالك بقى، ب BK، وهتنضرب في ايه؟ والله يا مستر هتنضرب في دي. يبقى انت عندك 3 رموز هنا، هيبقى دي BK، تمام عشان محدش يتلخبط، ناقص البي سي. طيب السي معاك، والله السي بالدي كي، وهنحط البي يبقى بي دي كي. حلو، على الاي اس 2. طب الاي بكام؟ هنا بقى عشان اللي بيتلخبط فيها حتى في التناسب المتسلسل ان شاء الله لما انزل لكم التقييم بتاعه، خلي بالك مهمة جدا في حتة الأسس، يعني صعوبة التناسب في التعويض لما يبقى عندك بقى أسس مثلا أس 3 و4 ويديك نسبة يعني فيها معقدة حبتين 3، فأنت تاخد بالك من التعويض والعامل المشترك وتعرف إن أنت هتختصر مين مع مين. دي بس اللي أنت تاخد بالك منه، إنما هي عموما هي سهلة أصلا. طيب فأنت عندك هنا حالا ال A ب BK برمزين، فانت لما تيجي تحط اس 2 كل رمز حتى لو في رقم كمان، كل جزء من الحد اللي عندك ياخد اس 2. يعني لو مثلا ال A عندي وليكن يعني 2 بي كي مثلا، انا عايز اجيب A اس 2، خلاص يبقى هحط الاتنين اس 2 والبي اس 2 والكي اس 2، كله ياخد اس 2، ما تزعلش حد منك يعني، خليك راجل كريم كده. المهم نرجع لموضوعنا. هيبقى على، يبقى طبعا ال A هنا ببي كي يبقى بي أس 2 عشان هي A أس 2 طبعا هنا، وكي أس 2 زائد بي أس 2 زي ما هي، زائد السي أس 2 دي أس 2 كي أس 2. وطبعا بقى هفكر بدماغكم حبتين. أنا يا مستر أول ما أشوفها الصراحة دماغي هتهنج. ليه؟ عشان والله أنا متعود على طريقة معينة، أو الطريق اللي أنت متعود عليه، اللي أنت إيه بتاخد عامل مشترك من فوق عامل مشترك من تحت وتختصر مين مع مين ويطلع لك ناتج. طيب انت شايف اصلا قدامك في الاختيارات الاختيارات موجودة عندك فيها رموز اصلا؟ لا. طب هي ايه السؤال ما كانش اختياري يا مستر، ما تزعلش. هتقول لي مثلا جيت ابص فوق لقيت عندي ان انا اقدر اخد الكي عامل مشترك. قلت لك كلام جميل، تمام، هيبقى لك الدي بي والبي دي. تمام، طبعا اللي مش واخد باله ان الحد ده اصلا هو الحد ده، عشان كده هو جايب لك هنا فيها واحدة بي واحدة دي يعني. اللي مش واخد باله ويطرحهم ناتجهم صفر فخلاص بقى كل سنه وانت طيب. هيجي يبص تحت هيلاقي عندك هنا كي اس 2 وكي اس 2، يقول بقى في نفسه كده ان السؤال فيه غلط. تمام، احنا طبعا برضو بنفكر بالدماغين مش دماغ واحده، اللي هو ايه اللي خد باله واللي ما خدش باله، عشان تبقى إيه نقول لك المشاكل اللي انتوا ممكن تقعوا فيها فانت تاخد بالك منها يعني. كي اس 2 وكي اس 2، هتقول لي يا مستر انا والله الحد ده كده فيه مشكله، يبقى السؤال غلط بقى وايه ونقعد بقى نقول يعني نتوتر بقى وايه ونسيب السؤال. وطبعا لا، فانت تاخد بالك كويس من التعويضات والكلام ده. هي الفكرة ديت مش متكررة كتير في الكتاب، فانا برضو لازم ناخد بالي منها، تمام، انه بيوقعك في الحاجات دي
عشان ما تتفاجئش في آخر السنة. فأنت هنا يا هندسة لو لاحظت عندك إن الحد ده دي بي كي هو بي دي كي. إيه يعني الرموز مش مترتبة نفس الترتيب؟ ما الضرب عادي بدل فيه براحتك. فبالتالي حاجة ناقص نفسها يديك صفر، وصفر على أي حاجة ما تشغلش بالك. مادام المقام مش صفر فخلاص الناتج كده كده صفر. يبقى البسط صفر، يبقى الكسر كله بصفر أو النسبة كلها بصفر. تمام؟ يبقى سؤال رقم 4 الناتج صفر. طيب نكمل. صلى على النبي إن شاء الله تكون واضحة وبسيطة. سؤال رقم 5 بيقول لي إذا كان x زائد الاتنين y على 3x ناقص y بتساوي 2 على التلاتة، عايزين نجيب y إلى x أو y على x. ماشي يا مستر. وأنا قايل لك كيف الشرح؟ قايل لك لما يبقى عندك نسبتين بينهم علامة تساوي على طول اعمل مقص من غير ما تتفاهم مع السؤال. مقص وربنا يحلها. طيب عملنا مقص. تعالى بقى خلي بالك بقى، التلاتة دي طبعا هنضربها في الحد اللي هو x زائد الاتنين y. يبقى أنا هقول تلاتة، وخلي بالك بقى لازم تعمل أقواس عشان تلفت نظرك لحتة التوزيع. هقولها لك حالا. هيبقى تلاتة في x زائد الاتنين y يساوي كذلك برضو الاتنين، متنساش الأقواس، 3x ناقص y. تمام يا مستر. وبعدين خلي بالك بقى إن التلاتة هتتوزع مرة على x ومرة 2y، وكذلك هناك الاتنين على الإكس والاتنين على الواي. وخلي بالك من الإشارات السالبة، خلي بالك منها بيوقعك فيها كتير جدا. 3 في إكس بتلاتة إكس زائد التلاتة في 2y، 3 في 2 ب6 والمتغير زي ما هو أو المجهول اللي هو y يساوي 2 في 3 ب6x ناقص الاتنين في y ب2y. كلام جميل. بعد كده فاكر في الترم الأول بتاع المعادلات لما أنت عندك المعادلة مثلا فيها الطرفين x، كنت بتجيب أنت الإكسات في طرف والأرقام في طرف. هي نفس الفكرة، طبق فهمك ما تحفظش. هجيب الإكسات في طرف وأجيب الواي برضو في طرف، الحدود المتشابهة يعني. فأنا هعمل إيه؟ والله أنا هنقل التلاتة إكس دي الناحية دي بعكس الإشارة، وأنقل الاتنين واي برضو الناحية دي بعكس الإشارة. فبالتالي الستة واي دي أنا ما جيتش يمها، فأنا هكتبها زي ما هي 6 واي. جالها مين؟ والله جالها الاتنين واي بس جالها بالموجب بعكس إشارتها، يبقى موجب 2 واي يساوي الستة إكس وما اتحركتهاش برضو. جالها مين؟ 3 إكس بس بعكس إشارتها يبقى سالب 3 إكس. جمع 6 واي و2 واي 8 واي يساوي 6 ناقص 3 طبعا هيدينا 3 إكس. ركز بقى، أنا عايز مين؟ والله يا مستر أنا عايز واي على إكس أو واي إلى إكس. فأنا قلت لك إيه برضو في الشرح؟ خلاص مش أنت عايز واي على إكس، ما ترجعش وأنت فاضي، ما يرجعش. تمام؟ أنت اديتنا الطبق مليان ما ينفعش أغسله وأديهولك فاضي، لا أحط لك فيه حتتين حلاوة يعني. المهم، فأنا مش هرجع وأنا فاضي، فبالتالي هاخد التلاتة على مين؟ التلاتة على التمانية. يبقى إذا الواي على إكس هتساوي 3 على 8. واحد يتلخبط ويقولها 8 على 3، لا طبعا تبهدل الدنيا كده. وبس كده. يبقى لما يبقى عندك نسبتين متساويتين على طول اعمل مقص وما تشغلش بالك أيا يكن المطلوب اللي هو طالبه إيه، ما يشغلكش. اعمل مقص بس وإن شاء الله هتتحل يعني، ما تقلقش. صلى على النبي. السؤال رقم 6 بيقول لي إذا كان A على 3 بيساوي B على 5. تمام؟ قال لك عايزين قيمة 5 A ناقص 3 B زائد 4. بس كده أنت تؤمر. والله يا مستر خلاص بقى احنا ده أنا حفظتها صم. هقول بيساوي K، هقول لك تمام. يبقى ال A بتساوي أيوة سامعك 3K وال B بتساوي 5K. كلام جميل. هنروح نعمل إيه؟ هنعوض بس مفيش حاجة تانية يعني. أول حاجة 5A والA بكام؟ أو خلي بالك ال A ب3K وال B ب5K. تمام. فهيبقى عندك 5 في 3 ب15. طبعا K ناقص التلاتة وال B ب5، يبقى 3 في 5 ب15K زائد الأربعة. طبعا لو لاحظت إن عندك موجب 15 مع سالب 15
هيتبقى لك بيساوي طبعا الموجب الأربعة لوحدها. يبقى الإجابة هنا طبعا اختيار باء. طيب صلى على النبي. تمام، يلا السؤال اللي بعده، سؤال رقم 2 أكمل. تمام، بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان، سؤال رقم 2 أول سؤال، بيقول لي إذا كان 7A بتساوي 14B. تمام، طالب هو مين؟ طالب هو B على إيه؟ المفروض أصلا أنت بقى تحلها من قبل أنا أصلا ما أكتب، لسه اللي هي بتاعت الإكس واي من شوية. قلت لك ما ترجعش وأنت فاضي، إحنا ناس كورة، ما أنت بتدينا الطبق مثلا فيها حاجة حلوة إحنا هنرجعه برضو فيه حاجة حلوة. المهم B على إيه؟ ماشي، أنا أروح من B ل A، يبقى مش هرجع وأنا فاضي زي ما قلنا، يبقى 7 على 14. بس كده طبعا نبسطها عشان قالك في أبسط صورة، على السبعة واحد وعلى السبعة اتنين، أو ممكن تقول السبعة كده كده نص الأربعتاشر، فكده كده الإجابة نص. وبس كده، شكرا. السؤال التاني بيقولك التالت المتناسب، بس كده طبعا التالت وهنحط الرمز التالت، ما يجيش واحد يعني، أصل حصلت في السنتر صراحة يعني، فبقول له التالت المتناسب للكميات وتلاتة وستة وأربعة وعشرين، راح يختار الأربعة وعشرين، اللي هو كأني بقول له تلات أرقام وأقول له مين التالت هنا. فيلا الله المستعان، تعليم بقى. التالت المتناسب للكميات تلاتة وستة وأربعة وعشرين، خلاص يبقى تلاتة وستة وإكس، لأنه قال لي التالت يبقى حط الرمز اللي أنا هفرضه التالت. طلب الأول نحط الرمز الأول، الرابع هو الرابع، وهكذا. تلاتة وستة وإكس وأربعة وعشرين، وبعد كده أعمل إيه؟ ما هو قال لك متناسبة، خلاص متناسبة يعني إيه؟ أول على تاني، تالت على رابع بيساوي تالت على رابع. يبقى إذا تلاتة على ستة بتساوي إكس على الأربعة وعشرين. كلام جميل. طبعا أنا عايز أجيب مين؟ عايز أجيب إكس طبعا، فإحنا هنعمل مقص. طبعا قلت لك برضو من شوية، اللي قصاد المجهول بنكتبه في المقام، اللي قصاد المجهول في المقص بنكتبه في المقام، اللي هو طبعا هنا ستة، والرقمين التانيين مكتوبين فوق، تلاتة في أربعة وعشرين. طبعا على الستة فيها الواحد، وعلى الستة فيها الأربعة، والتلاتة في أربعة بيساوي 12. وبس كده، هو ده التالت المتناسب. سهلة جدا. سؤال رقم 3 بيقول لي إيه؟ بيقول لي إذا كان 2A ناقص B، ما تتخضش عادي من شكل السؤال، بيساوي صفر. بيقول لك عايزين نجيب A على B أس سالب 3. فليه بقولك ما تتخضش كتير في الفيديوهات؟ ما تتخضش ليه؟ عشان دي أكتر حاجة هو بيلعب عليها في الرياضيات. تمام، ان هو يديلك سؤال شكله مش مألوف عليك قوي، فبالتالي انت تقوم جاي بقى خلاص بقى توتر بقى، وانا مش هحل، وانا وتقوم جاي سايب سؤالك، وكل سنة وانت طيب. وطبعا احنا مش عايزين كده، عشان كده احنا بنديلك اسئلة اول مرة يعني بمختلف انواعها، عشان ايه؟ ما تبقى متعود يعني، اللي هو مهما يديك اشكال مختلفة خلاص، هات هات انا كده كده متعود. طيب ماشي، قول يا رب. 2 ايه ناقص بي بتساوي صفر، وقال لك هات لي ايه على بي اس سالب 3. ايه المشكله يعني؟ ولا يهزني. انا كده كده هطلع، مش انت كده كده عايز ايه على بي، وبعد كده اس سالب 3 دي نتصرف فيها بعدين. كانك بتعمل ليه الفكره المطرح ما ترجعش وانت فاضي، نفس الفكره، هات كل متغير في طرف، فانت انقل السالب بي دي الناحيه دي بعكس اشارتها، فيبقى عندك 2 ايه بتساوي، هنقلها بره بالموجب، يبقى موجب بي. مش انت عايز ايه على بي في المطلوب هنا؟ ايوه يا مستر، خلاص روح من A ل B، وما ترجعش وانت فاضي، وخلي بالك ان معامل B هنا واحد، بس واحد ما بيتكتبش، فخلي بالك من دي. فطبعا بالتالي هيبقى واحد على كام؟ واحد على الاتنين. ماشي يا مستر، يبقى اذا A على B بتساوي واحد على الاتنين. بس انا مش عايز A على B، ده انا عايز A على B اس سالب تلاتة. هو ايه اس سالب تلاتة ده؟ يا عم تعالى بس متستعجلش. اس سالب تلاتة هتساوي، يبقى واحد على الاتنين اس سالب تلاتة. طبعا لازم تبقى فاهم بقى، ما تروحش تعملها على آلة حاسبة وخلاص، لا لازم تبقى فاهم. عشان تغير إشارة الأس كنا بنقول لك إيه في أولى إعدادي؟ شقلب الكسر، يعني خلي البسط مقام والمقام بسط، بدل ما هي واحد على الاتنين خليها اتنين على واحد أس تلاتة. وطبعا اتنين على واحد باتنين، وأس تلاتة، واتنين أس تلاتة يعني اتنين في نفسها تلات مرات، اتنين في اتنين أربعة، وأربعة في اتنين بتمانية. وبس كده، ولا احتاجنا آلة حاسبة. يبقى الموضوع سهل وبسيط. يلا صلى على النبي. سؤال 3 بيقول لك إيه؟ بيقول لي إذا كان
سوري 2x زائد 5 إلى 3x ناقص 3 بتساوي 5 إلى 4. كلام جميل. قال لك عايزين قيمة x بعد إذنك يا هندسة. بس كده تعالى نجيب قيمة x. أول حاجة بس فاكر الإلة دي خدناها في 6 ابتدائي وخدناها في كل حتة. الإلة هيها العلم. فاحنا نظبط النسب شوية كده. 2x زائد 5 على 3x ناقص 3 بتساوي 5 إلى 4 يعني 5 على 4. شوف تاني وتالت ومليون نسبتين بينهم علامة تساوي. اعمل مقص، اسمع من أخوك وما تقلقش. فهنعمل مقص عادي جدا وبعدين هنعمل ايه؟ هنضرب. هيبقى عندك بقى، ركز بقى، الخمسة هتنضرب في مين؟ في اللي قصادها اهو. 5 تنضرب في 3x ناقص 3 يبقى 3x ناقص 3 بتساوي الأربعة هضربها في مين؟ أيوة كده 2x زائد 5. طيب بعدين توزيع، نفس السؤال اللي كنت بشرحه فوق. توزيع، يبقى انت ما تنساش تعمل أقواس عشان تلفت نظرك إن انت تعمل توزيع. بعدين يلا اضرب يا باشا. 5 في 3 ب15x ناقص 3 في 5 ب15 بتساوي 4 في 2 ب8x زائد الأربعة في 5 ب20. كلام جميل. إكسات في طرف وأرقام في طرف. هي عندي إكس واي، هات الإكسات في طرف والواي برضو في طرف. أيا يكن إيه اللي عندك، أنا كده كده بطبق فكرة مش حافظ فكرة. فاهم؟ فالفاهم ما يتعبش. تعالى يا سيدي، أنا هعمل إيه؟ والله مثلا هنقل التمانية دي هنا بعكس إشارتها، والخمستاشر هنقلها هناك برضو بعكس إشارتها. فبالتالي الخمستاشر دي أنا ما جيتش يمها فأنا هكتبها زي ما هي. هيجيلها التمانية بعكس إشارتها يعني سالب 8x. الناحية التانية 20 ما اتحركتش، جالها ال15 بعكس إشارتها يعني موجب 15. 15 ناقص 8 7x بيساوي 20 15 35. طبعا أيوه هتقسم على السبعة، أو ممكن تقول على طول إن السبعة في 5 ب35. يبقى إذا الإكس بتساوي 35 على 5 اللي هي 5. وبس كده يا سيدي. يبقى أنت حالا كل الأفكار بتتكرر بس بأشكال مختلفة، فأنت لازم تبقى فاهمان يعني. تمام، قول يا رب. السؤال رقم 2. يلا بسم الله. بيقول لك إيه هنا؟ والله بيقول لي إذا كانت الكميات A و B و C و D كميات متناسبة، أيا يكن إيه المطلوب، إيه المشكلة يعني؟ أنا معايا معطى إن هو بيقول لي إن A و B و C كميات متناسبة. أقف؟ لأ طبعا، ما هو مديني معطى يبقى كده هستخدمه. سهلة وبسيطة. طيب إيه اللي أنت تعرفه؟ والله اللي أنا أعرفه يا مستر، عن لما يقول لي A و B و C و D كميات متناسبة، بقول على طول إن A على B اللي هو أول على تاني بيساوي تالت على رابع. هل إحنا نعرف حاجة تانية؟ أكيد لأ. يبقى أنا بقول اللي أنت عارفه كله. طيب بس هو مستر بيقول لي اثبت ان A على B ناقص A بتساوي C على D ناقص C. الصراحة هي مقلقاني شوية. ليه مقلقاك؟ اثبت ان في طرفين، روح انت هات كل طرف لوحده وربنا يحلها. اروح اجيب الايمن اللي هو السي على D ناقص C. طب هتقول لي يا مستر هو انت اصلا هتعوض عن ايه؟ اقول لك ايوه احنا نمشي خطوه خطوه نعرف احنا عايزين ايه. مش انت قلت A على B بتساوي C على D؟ طبعا احنا كنا بنضيف ثابت التناسب اللي هو الكي. تمام، يبقى ال A بتساوي BK وال C بتساوي DK. كلام زي الفل. هل انت تعرف حاجة تانية؟ اكيد لا طبعا. خلاص يبقى دول انا هعوض بيهم والله المستعان. تعال نعوض. والله ال C ب DK على ال D معرفهاش ناقص ال C ب DK. انا بس بحاول اوصل لك ان انت اشتغل، ما يعني دماغك دي للتفكير بس. ما اقعدش اقعد افكر كأنك بتكتب وبتحل في دماغك، لا. اكتب بقلمك وحل، هتلاقي الامور سهلة وبسيطة يعني. طيب اديك اللي فوق اللي في البسط دي ما اقدرش اعمل فيها حاجة فاسيبها زي ما هي. تحت في عامل مشترك، اكيد طبعا في عامل مشترك اللي هو مين؟ واضح جدا اللي هو الدي. وخلي بالك انت لما تاخد الحد عامل مشترك كأنك بتحذفه كده. هي انت مش بتحذفه. هي فكرة عامل مشترك انت بتقسم على طبعا العامل اللي انت بتاعه.
بس أنا بقول لك بتحذفه تسهيلا يعني، عشان بس ما تفهمنيش غلط. طيب، فلما تقسم على الدي اللي انت شفتها مشتركة ما بين الناحيتين يعني، الدي أي حاجة على نفسها بواحد. وأنا بلفت نظرك لحتة الواحد دي لأن كتير منكم أوي بينساها يعني، فما تنساهاش بالذات، دي بيوقعك فيها كتير. يبقى واحد ناقص، يبقى لما انت تاخد الحد الكامل عامل مشترك اكتب مكانه واحد، يبقى واحد ناقص كي. وبعدين هنختصر نشوف حاجة نصرفها فوق مع تحت. هيبقى عندك فوق الدي تتشال مع الدي اللي تحت، هيتبقى لك فوق كي على واحد ناقص كي، وبس كده. ما اقدرش ابسط اكتر من كده، خلاص سيبها زي ما هي. اروح اجيب الطرف الايسر. تعالى يا مستر نجيب الايسر. ما انت تؤمر. فين الايسر؟ اهو ايه على بي ناقص ايه. كلام جميل، بي ناقص ايه. والله الايه معاك؟ اه طبعا معايا، بايه؟ ببي كي. تمام. على البي معايا؟ لا خلاص زي ما هي، ناقص الايه معايا بي كي. تمام، بيساوي. طبعا البسط زي ما هو اصلا كده كده حد واحد يعني. لو لاحظت اصلا تلاقي نفسك هتطبق نفس الخطوات اللي انت عملتها في القايمة. فبس عشان تعرف ان الامور سهلة. اللي هناخد البي طبعا مشترك من تحت، خلاص بقى زي ما عملنا في الدي هنعمل في البي. هيبقى واحد ناقص كي. وبعد كده قلت لك نفس الخطوات، البي مع البي زي ما شلت الدي مع الدي، هيتبقى لك فوق كي على واحد ناقص كي. وبالتالي كده الطرفين طلعوا متساويين. ليه؟ لأن الأيمن طلع كي على واحد ناقص كي، والأيسر طلع هو كمان كي على واحد ناقص كي، وبس كده. كل سنة وأنت طيب. يبقى إذن ممكن تنظيما يعني واحد، وهنا اتنين، من واحد واتنين. ممكن بقى تكتب بقى نفس السؤال تاني المطلوب يعني، أو تكتب الأيمن بيساوي الأيسر، أو تكتب الطرفان متساويان، اللي يريحك يعني. طيب، يبقى أنت اكتب وهتلاقي الأمور سهلة إن شاء الله. طيب، آخر سؤال إن شاء الله. صلى على النبي. بيقول لي إذا كان A إلى B إلى C، A إلى B إلى C بيساوي واحد إلى اتنين إلى تلاتة. طيب، قال لي وكان B زائد C بيساوي إيه 25. قال لي أوجد قيمة A و B و C. ياه سهل جدا. والله اللي فيه من السؤال التاني ده هو نفس فكرة السؤال التالت، بس زي ما قلت لك إيه، هو نفس الأفكار، بس هو بيغلق بس شكل السؤال كده إيه، بيهزر معاك يعني. المهم A إلى B إلى C يعني إيه على طبعا واحد هنخش على النسب على طول يعني، بيساوي B على الاتنين بيساوي C على التلاتة. أو ممكن مباشر، خطوة مباشرة يعني برضو مش غلط، بس احنا قلنا بقى بنفصل كل حاجة. ممكن على طول تقول إن ال A بتساوي K، وال B 2K، وال C 3K. زي ما برضه هحطك في شرفة الاتنين صح إن شاء الله. فال A هتساوي اللي هو 1K يعني، بس احنا قلنا بقى عشان شرحا. يلا هيبقى A على واحد بتساوي B على الاتنين بتساوي C على التلاتة، وأقول بتساوي K. وهجيب قيمة كل واحدة فيهم بقى، اللي هي ال A بتساوي واحد K اللي هو K، وال B بتساوي اتنين K، وال C تساوي تلاتة K. كلام جميل. أهو. طب وبعد كده خلاص تعال نشوف بقى. انا عايز مين؟ عايز والله يا مستر اجيب قيمة كل متغير لوحده، A لوحدها وB لوحدها وC لوحدها. طب انا لما كنت بسألك فوق هنا عشان اجيبهم، عشان اجيب الA مثلا هنا، فانت قلت لي يا مستر لازم اجيب الكي، فخلاص تعال نجيب الكي. اجيب الكي ازاي؟ والله في معطى ما استخدمتوش هنا، يبقى خلاص من قلت لك في كل معطى هيدولك انت هتستخدمه. فانت عندك بما ان البي زائد سي بتساوي 25. طيب هي البي بكام؟ والله البي باتنين كي زائد السي بتلاتة كي بتساوي 25. 2K و3K 5K بتساوي 25. طبعا هتقسم على 5 على 5، يبقى الكي بتساوي 25 على 5 فيها الخمسة. وبس كده انت جبت قيمة ايه. انت بقى عايز تجيب مين؟ عايز تجيب التلات متغيرات اللي عندك.
فخلاص كده كده الكي ب5 أهي، روح عوض بقى. ال A بK يبقى خلاص ال A بتساوي 5، ال B ب2K، 2 في 5 ب10، ال C ب3K، 3 في 5 ب15. واحد بقى إيه يعني إيه عنده سرعة بديهة حبتين 3 يعني، أو تركيز عالي أيا يكن، قال لك أنا ممكن أتأكد من المعادلة اللي هو مديها لك دي. مش أنت قلت لي البي زائد السي ب25؟ هو أنت جبت البي بكام؟ والله البي ب10 والسي ب15، مش 10 و15 25؟ خلاص كده يبقى أنت كده زي الفل. تمام، فربنا يوفقكم وإن شاء الله نكون معاكم في تقييمات درس بدرس بإذن الله، وبرضه امتحانات واحدة بواحدة، وإن شاء الله الأمور تبقى سهلة وبسيطة. وما تنسوش بس تدعمونا إن شاء الله ودعواتكم معانا بإذن الله. السلام عليكم.